الفيديو ده لأي شخص بيحاول إنه يستمر في شيء نبع عليه بمكسب أو حاجة مفيدة هتعود عليه بنفع. بس للأسف الحاجة اللي أنت بتحاول تستمر فيها بيحصل لك بعض اللخبطة وعدم تقبل الاستمرارية من الحاجة اللي هتعود عليك بالنفع دي. فليه أصلا ده بيحصل وإزاي نقدر نعدي أي إحساس مضرب ليه؟ فأنا هديك أهم 4 نقاط هما اللي بيعيقوا استمرارك. أول حاجة معانا الحافز الكذاب المؤقت بيجي ويختفي حسب المزاج، النوم والظروف. المشكلة اول ما الحماس يقل التوقف يحصل على طول، والعقل يتعود يشتغل لما يكون مبسوط. بس الحقيقة الاستمرارية محتاج نظام ثابت مش شعور متقلب. تشتغل حتى وانت مش طايق حاجة، مش بس وانت متحمس وانت نومك متلخبط وانت في اسوأ حالاتك. فالموضوع هنا انك تستمر مهما كان الظروف او شيء يوقفك على الاستمرار، لان انت في ضريبة بتدفعها قبلها، والضريبة دي اكيد مش اوسخ من انك تكون بلا هدف واضح وتسعى لاصطياده. وتاني حاجة معانا هي انهيار الصورة الذهنية عن نفسك. انت بدأت وانت شايف نفسك انا شخص منضبط مختلف وقوي. طبعا اول غلطة او تعثر يعمل ايه فيك؟ خيبة امل في نفسك، احساس داخلي بالفشل، صوت داخلي انا ايه اللي جابني هنا، انا مش قد كل ده. والصوت ده صدقني ضعيف جدا، بس انت تجيبه بالتأني انك تكون راسي وهادي جدا وتحدد المشكله بالتحديد. واوعى ابدا تعيش دور الضحيه، خليك مركز وتحدد الغلط جاي منين، وده الحل الصحيح للنقطه دي. وبرضه في الاغلب العقل بيهرب بدل ما يواجه، بيوقفك كليا علشان يحمي صورتك عن نفسك. فلا، انت طالما حطيت نفسك في شيء معين فكله باستخدام عقلك. العقل هو اقوى شيء فيك، تحكم فيه هتحكم في اي شيء يخصك. ونبدا بتالت حاجه معانا واللي مهمه جدا، وهو فقدان الاحساس بالمعنى. او انت بدأت ليه؟ وكان في بداية الامر في شغف، رؤية واضحة وسبب واضح تبدأ بيه الحاجة دي، وبعدين فجأة الروتين تضخم عليك شوية، النتيجة بقت بعيدة وحاسس ان الطريق طويل، الهدف بقى باهت نسبيا. اللي بيحصل العقل يقول انا بعمل ده ليه اصلا، ملوش لازمة الكلام ده. ولما المعنى يقع الاستمرارية تموت فورا. فاحنا ازاي نتصرف في الموقف ده؟ تعال معايا. وهو قبل ما تتعور في النقطة دي بالذات تكون انت عامل حماية لنفسك، وهو عن طريق من قبل ما تبدأ في اي شيء نابع بمكسب ليك انك تكون كاتب في ورقة او اي نوتة انا بعمل كده ليه، ايه اللي هكسبه من ورا الحاجة دي، هل حياتي تفرق للأحسن ولا لا. ورابع حاجة والأخيرة والأهم على الإطلاق الفشل. ال3 نقاط اللي فاتوا دول نابعين من عقلك وعقلك المتحكم الأساسي فيهم، ولكن الفشل بيكون منك أنت. وركز معايا كده، الفشل ما هو إلا خطوة من الخطوات اللي هتأدي إلى وصولك للشيء اللي أنت عاوزه. فمهما دار أو أنت ما فشلتش قبل كده، فصدقني من أي عاصفة صغيرة هتوقعك وتحبطك. وكده كده الفشل بتتعلم منه، محدش قالك ما تفشلش. يا عم حاول مليون مرة وخليهم كلهم محاولة غير ناجحة، لأن الفشل الحقيقي هو التوقف عن الاستمرار. افشل مليون مرة، المرة ال1,000,001 هتنجح إن شاء الله. وصدقني يا عزيزي انت مش في لعبة لها عدد قلوب معينة، لا، انت تقدر تقوم مليون مرة وتفشل مليون مرة بدون قلوب أو أي عدد محدد من إنك تفشل. فجرب وربنا معاك. وبس كده، كان معاك ياسر أزامل من قناة معتز بالفكرة، اللي إن شاء الله هتغير حياة ناس كتيرة.